السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتي قناة نكهات زهراء. الا كنتي كتقلبي على فكرة الفطور ولا عشاء خفيف سريع وبمكونات بسيطة كاينين في كل دار، اليوم جبت لكم وصفة سهلة غير بالبيض والفلفلة والفرماج، كتجي بنينة بزاف، كتوجد في دقائق وكاع اللي جربها كتعجبو. خليكم معايا خطوة بخطوة وتشوفوا النتيجة اللذيذة. وعلى بركة الله بسم الله. كنحتاجو بصلة اللي كتكون كبيرة شوية، كنقطعوها الى قطع صغيره. كنحتاجو ايضا الى فلفل الوان، من الاحسن ديروا الوان باش يعطي منظر زوين، تقدروا ديروا لون واحد الى بغيتوا. حتى الفلفله عفوا كنقطعوها الى قطع صغيره. في مقله كنضيفوا زيت، كنضيفوا الثومه وكنقليو ديك الثومه مع الزيت، وكنضيفوا عليهم البصله اللي قطعنا، وكنضيفوا كذلك الفلفله، وكنخليوهم يتشحروا، وكندوزو نكملوا باقي المكونات اللي كنحتاجو فيهم. مطيشه اللي كنقيها وكنحيد لها الزريعه، تقدروا تخليوها بجلوفه الا بغيتو، وكنقطعها الى قطع صغيره، وكنحطها في شي طبسيل. من بعد ما تسلق ليا البيض كنقسمو على زوج فحال هكا، وكنخليه وكندوز نكمل الباقي. من بعد ما تشحرت ليا البصله والفلفله كنضيف عليهم شويه ديال الربيع ماشي بزاف ومطيشه، وكنحرك كل شيء، وكنبدا نضيف عليهم العطريه اللي كنحتاجو فيها، ملح، تحميره، سكنجبير، وكنضيف ابزار، كذلك خرقوم، وشويه ديال الكمون. كنحرك كل شيء وكنخليها طيب مزيان. انا غادي نضيف عليها شويه القليل من مركز الطماطم باش تعطي اللون، تقدروا تستغناو عليه. كنغطي عليها وكنخليها حتى تبلي مطيشه مع البصله والفلفله. من بعد ما كطيب ليا مطيشه مع المكونات كنمعكها باش كتعطيني هذيك صلصه الطماطم، وكنضيف البيض بهذه الطريقه. كنزينها بالزيتون اللي تقدروا تستغنوا عليه ولكن كيعطي مذاق لذيذ. كنضيف صلصه حاره اللي كتبقى اختياريه، وكذلك الفرماج، وكنغطي وكنخليه يذوب داك الفرماج. صدقوني كتجي لذيذه بزاف. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الوصفه، كانت سهله وسريعه وبمذاق بنين بزاف. الى عجباتكم متنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وكتبوا لي في التعليقات شنو الوصفه اللي بغيتوني نحضر لكم المره الجايه، وقولوا لي واش كيعجبوكم بحال هاد الوصفات السريعه باش نكثر لكم منهم. وكنتمنى تجربوا الوصفه حيت كتجي بنينه بزاف.